هناك مقولة تقول للإمام أحمد رضي الله عنه: 9 أعشار العافية في التغافل. التغافل يا كرام سوسة العلاقات. التغافل سوسة العلاقات الخاصة، ولكنه ممتاز في العلاقات العامة، ممتاز في علاقات العمل. أما من أشوفك كل يوم فالتغافل قد ينخر العلاقة. 4 فيروسات إذا دخلت في علاقتك مع أي شخص أمرضتها. الفيروس الأول كثرة اللوم، الفيروس الثاني العصبية، الفيروس الثالث الحساسية، أي شيء يزعلك، الفيروس الرابع الكتمان الذي ولده التغافل. خلي أعطيكم إياها على خطوة خطوة أثر التغافل على حياتنا. التغافل لما يحدث في حياتك يفسدها. يقول لي: طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه في القرآن: عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول لاحظ أعرض عن بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل. فقلت له: طيب والله أصدقك، لكن اقرأ الآية مرة أخرى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذا لم يكن متغافلا عن كل شيء عليه الصلاة والسلام. التغافل عما يؤذيك سيؤذي علاقتك، وربما يهدم علاقتك، وربما يفسد علاقتك بسبب بسيط يا جماعة، بسيط جدا. عندما لا تخبرني أنك ما تحب هذا الشيء فأنا سأفعله مرة ومرتين وثلاث، فأصبح أنا بالنسبة لك مصدر إزعاج لك. ليش؟ لأني قاعد أسوي أشياء ما تحبها أنت، وأنا لا أعلم الغيب وأنت لم تتكلم، وبالتالي أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني، أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني. لماذا؟ لأنك تسكت وأنا لا أفهم، فأكرر مثل هذا الشيء حتى تعافني. كثير من الأسر تعيش بسلام ولكن بدون حب. ما في مشاكل لكن ما في حب، ما في مشاعر، ما في اشتياق، لكن ما بينهم مشاكل، لكن حب قد لا يوجد حب. طيب لماذا يغيب الحب؟ الحب يغيب لأنه ببساطة الحب عبارة عن خزان يمتلئ بمشاعر الحب تجاهك. طيب هذا الخزان لن ترى أن الطرف الآخر يحبك حتى يفيض من خلال كلماته، يفيض من خلال أفعاله تجاهك. هذا الخزان له غطاء، فإذا فاض الحب أزاح الغطاء، بالتالي رأيت أنت الحب. أحيانا الغطاء يصير فوق فتأتي حركة منك، بس أنا ما قلت لك أنها ضيقت صدري، صارت فوق. غلطت زوجتي مرة ثانية، حطيت حصات، سكت، تغافلت، كتمت، جمعت الحصى فوق 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 حتى ضغط على خزان الحب، فأصبحت العلاقة بلا حب. صح ما في مشاكل بس ما في حب. طيب متى يصير العلاقة حلوة؟ لما تأتي شرارة تفجر كل هذا، ثم أبدأ أنا أنت وأنت وأنت، وهي تقول لي أنت وأنت وأنت، فتزاح تلك الأحجار. فبعد أن نتشاجر وتهدأ النفوس تعود العلاقة بشكل جيد، تبدأ الرسائل الحلوة وعزمها ويمكن تعزمني وتزبط البيت وترجع الأمور طيبة. ما الذي أعادها إلى مجراها؟ أننا تحدثنا، أن الكل واحد قال للثاني اللي في خاطره. هل أنتظر مشكلة حتى أعبر؟ لماذا لا يكون التعبير جزء من حياتي؟ لماذا لا يكون التعبير هو أصلا عادة من عاداتي اليومية؟ لماذا لا أجتمع أنا وزوجتي وأقول التالي: ما الأشياء التي تحبينها والأشياء التي تكرهينها، وأنت ما الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها، حتى أعرف أنا كتيب التشغيل الخاص بك فلا أحرقك. كثير من الناس يضع في السنارة الطعم الذي يحبه ولا يحبه السمك. المفترض اللي يحبه السمك، لكن إذا والله أنت تحب لبنة بالزعتر بتحط لبنة بالزعتر، تقول لا إن شاء الله بجيب سمك، ما راح يجي سمك. إذا تريد فعلا أن تصطاد قلب الآخرين فضع له ما يريد لا ما تريد أنت. طيب تقول أنت لا تتغافل، يعني أنا أنقد على كل شيء وكل شيء أقول ليش كذا وليش كذا، ورا الملح زايد، ورا ما جيتونا، وراكم تأخرتوا، وراك لابس كذا، وراك قلت كذا. لا تصبح بهذه الطريقة إنسان مزعج. طيب ما ضابط التغافل والصراحة؟ متى أتغافل متى أكون صريح؟ إذا اجتمعت 3 شروط: ما لا يمكن تغييره في الطرف الآخر تتغافل ولا تكون صريح؟ أتغافل يا جماعة. ما لا يمكن أن يغيره سأتغافل. 2 ما يمكن لك احتماله تغافل عنه. ما لا يحدث إلا نادرا تغافل عنه، لأن النادر لا حكم له. طيب اعكسها: شيء يمكن أن يغيره الطرف الآخر ويحدث كثيرا ما أقدر أتحمله، هنا عندما تتغافل فأنت تنخر في علاقتك معه. أعطيكم مثال من واقع الحياة. واحد تزوج واحدة يقدرها ويحبها ويعزها وكل شيء، ولكنه لا يحب صوت القضم، صوت الأكل ما يحبه. طيب تقولي شيء تافه، صح؟ تافه بالنسبة لي ولك، بس بالنسبة له لا يتحمله، يحدث كثيرا. طيب يمكن للطرف الآخر أن يغير؟ يكربح نفسه شوي ويتغير إن شاء الله، فيقدر يغير. إذن
كل المواصفات لأن يكون صريحا معها متوافقة، لكنه فضل التغافل. يقول لي تغافلت، سكت مرة مرتين، يقول ما عاد أقدر والله، خاصة جت السلطة. يقول جت السلطة يعني زلزال مدمر. يقول أحيانا أجي متأخر بس عشان أخليها تاكل السلطة. يقول كرهت الحرمة والله، كرهت الأكل معها، وأنا ساكت بنوايا طيبة. يقول ما أبغى أجرحها، ما أبغى أحرجها، ما أبغى أضيق صدرها. البداية طيبة والنية طيبة. شوف إيش اللي يصير. يقول فصرت أتأخر، صرت أقول لها خلاص اتغدي وأنا أجي، بتغدى العصر. يقول واجي والقاها تحتريني، تقول والله أنا أكلت لي شيء خفيف ما يهنالي الأكل إلا معك. فيقول فشلت الخطة الأولى. فيقول والله صرت أقول لها خلاص إحنا عندنا اجتماعات في الدوام وأحيانا نتغدى. يقول صرت أروح أكل في المطاعم رز بخاري وتبهذل وكذا بس عشان أهرب من هذا الموقف. يقول إن افتكيت من الغداء لم أفتك من العشاء. يقول صرت أصوم اثنين وخميس صارت تصوم معي. يقول ما في حل. فبدأت تلاحظ ابتعادي عنها. قالت أكيد متزوج ثانية، مسيار، كل يوم تجي متقدي ولا متعشي، وأكيد إنك يقول وصارت مشكلة وانقلب السحر على الساحر. يوم شفت المسألة كبيرة على قولتهم ارمى بالموت يرضى بالسخونة، قلت لها اسمعي يا بنت الحلال، والله لا تزوجت ولا في مشاكل، ولكن الله يجزاك خير اكرب حنكك شوي كذا زين. لاحظ اللي صار، كلمة بسيطة قالت الله، حست أنها ساذجة وأنه طعنها من الخلف. كل هالوقت صابر وساكت وزعلت ودني بيت أهلي وسببت له مشكلة كبيرة طويلة عريضة. كان يستطيع أن ينهي هذا الفيلم الطويل لو قال لها أنا في أشياء ما أحبها في الناس. يا أخي واحد من ربعي إذا يأكل سبحان الله يطلع صوت في الأكل، يا أخي ما أحبه، فتفهمها جزاها الله خير فتغير وانتهينا. طيب ما فهمتها. في واحد يقول طيب ما فهمت على قولة الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يجي يقولها يا بنت الحلال أنا لا أحب هذا الشيء بكل صراحة. فتنتهي المشكلة بهذا السبب. أحدهم طلق زوجته يقول ريحة فمها ما بكويسة. طيب قلت لها شلون تفرش قال لا والله احرجها. يا سلام، تطلقها عشان ما تحرجها، تهدم بيتها عشان ما تحرجها. نعم هذه مشكلة في توكيد الذات. لذلك التغافل في مثل هذه الأمور يفسد حياتنا. طيب إيش الحل؟ من الحلول أن تكتب قائمة، أكتبها مع صديقي وأكتبها حتى مع زوجتي. قسم حياتك إلى إشارة مرور. أفعال حمراء يعني لازم توقف عندها، هذه يا فلانة يا فلان لا تسويها. أفعال حمراء. وأفعال صفراء، الصفراء مرة نوقف عندها ومرة نمشي، بمعنى مرة صارح ومرة تغافل. وأشياء خضراء مشها، عادية لا تضايقك مشها، حتى لا تكون إنسان مزعج تلاحظ كل شيء. فلما تأتي لزوجتك وتقول أنا أحب ولا أحب، أنت تساعدها أن تجعل بيتك كما تحب. ذاك تشوفوا بعض الشيبان تلقى أم العيال عارفة ترى أبوكم ما يحب كذا، ترى أبوكم لازم أسوي لك كذا، بس متى حصلت على كتيب التشغيل حق أبوهم؟ عقب 30 سنة عشرة. طيب أنا أنتظر 30 سنة علشان أعرف أشغل الجهاز، أجي أقول يا بنت الحلال شو تبغين؟ أعطيني اللي تبغين وترى هذا اللي أنا أبغاه. ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب 400 صفحة اسمه ماذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يكره.